السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم الأبطال؟ معاكم في قناتكم يلا منجوة، المكان اللي بناخدكم فيه في رحلات من قلب أقوى وأجمد المانهوا والمانجا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. تحذير: المحتوى اللي هتسمعه وهتشوفه دلوقتي ترفيهي وخيالي تماما ومفيش ليه أي علاقة بالواقع. كل اللي بيتقال فيه بيعبر عن خيال المؤلف ومعتقداته هو، مش معتقداتنا ولا ديننا. افتكر دايما ما تسيبش أي حاجة تلهيك عن ذكر ربنا أو تأخير صلاتك. اتفرج واستمتع بس بعد ما تخلص فروضك. صل على النبي ويلا نبدأ. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت هتلاقي رابط الحلقة السابقة في صندوق الوصف. أما دول فهم الأساطير اللي بيدعموني بتعليقاتهم. شكرا ليكم جدا. بنكمل بعد شوية وقت وبنشوف سيونج وهو لسه سرحان في شظايا ذكريات مدير الفرع، وهان بيبقى عامل زي النحلة وعمال يلف حواليه وينادي عليه ويقول: يا أخويا يا أخويا، هو أنت مالك؟ يكون حصل له حاجة لما خلى مصاص الدماء ده تابع ليه ولا إيه؟ يا أخويا يا أخويا، أنت سامعني؟ وبعدين يقلق ويحس بالخوف من سكوته اللي طوله ويقعد يهز فيه ويقول: لأ أخويا، كله بسبب مصاص الدماء الزبالة ده، كله بسببه. ما كنت سبته جثة زي ما هو يا أخويا يا سيونج. يا أخويا فوق يا أخويا، وأنا هعمل كل اللي تقولي عليه، مش كده؟ فتقول له يون: يا هان، مش المفروض تصبر شوية عشان نفهم إيه الوضع الأول؟ فيحرك سيونج إيده فجأة ويحطها على راس هان اللي بيتخض، وبعدين يبصله بنظرات مرعبة بتخلي جسمه يرتعش من الخوف ويقول له: انت قصدك اني غلطت لما خليته تابع ليا؟ فيخاف هان ويرد بتوتر ويقول له: يا اخويا يا اخويا، استنى بس، في ايه؟ فيسيبه سيونج ويقول له: انت قلت انك هتعمل اي حاجة انا اقولها، مش كده؟ فيرد هان: لا، انا عيل ورجعت في كلامي. فتقعد يون تضحك عليه، وبعدين سيونج يضحك ويقول له: انا عاوزك تساعدني في مهمة جديدة. وبنسيبهم ونروح لعند مكان مصاصين الدماء، وبنشوف مصاص الدم اسمها يانج واقفة ورا البروفيسور الأحمر وبتقول باستغراب: إيه؟ مدير الفرع اتقتل؟ إزاي ده يحصل وإنت كنت مديله جزء من قوتك؟ فيرد البروفيسور ويقول لها: شكل الواد الزبالة ده أقوى ما أنا كنت فاكر. ويقول في باله: أنا مش عارف إزاي هو قدر يتغلب على مدير الفرع من غير أي حاجة غير الهياكل العظمية بتاعته وبس. فتقطعه تفكيره وتقول له: طيب هو مش واحد زي ده هيبظلك الخطط بتاعتك؟ فيضحك ضحكة شيطانية ويقول لها: مدام يانج، انت بجد مفكرة انه يقدر يوقفني؟ وبيكون بيقول لها كده وهو بيفتكر كم الوحوش اللي هو قضى عليها لحد دلوقتي. فتترعب يانج من هالته القوية وجسمها يرتعش وتقول بخوف: لأ لأ، أنا أسفة، ما كنتش أقصد. فيرد عليها: لأ، كلامك منطقي برضه. ويفتح شاشة النظام ويبصلها ويكمل: حاجة تضايق فعلا إني أفضل أتابع كل المناطق في الوقت اللي المفروض أركز فيه على مهمتي، لكن مش مهم دلوقتي. كده كده طالما لعنتي متفعلة عليه هقدر أعرف مكانه في أي وقت. أما دلوقتي فخلونا نخلص المهرجان بتاعنا الأول في أسرع وقت، لأني مش هصبر عشان أقابله. وبنرجع من تاني لعند سيونج ومجموعته في المصنع المهجور، وبنشوف الشباب وهم بيجمعوا اللي موجود في المخزن من مؤن واللي مصاب بيعالجوه. وهان بيحط صندوق خناجر على الأرض وبيقول: في حاجات كتير قوي محتاجة تترتب. وبعدين يبص لسيونج ويقول: هو اللي احنا بنعمله دلوقتي ده عادي؟ فيرد سيونج: قصدك ايه؟ مش فاهم. فترد يون بقلق: انت قلت ان في مذبحة كبيرة هتحصل في هو سوانج، وان مصاصين الدماء كانوا بيحضروا لحفلة كبيرة وهدفهم انهم يجمعوا اكبر عدد ممكن من الناجين في هو سوانج ويستعبدوا اللي يستعبدوه فيهم وياكلوا الباقي. مش المفروض اننا نوقفهم بدل اللي احنا بنعمله دلوقتي؟ فيبص هان في الموبايل ويقول له وهو مصدوم: دي حقيقة يا سيونج، هم بيستدرجوا الناس دلوقتي من خلال المنتدى بتاع اللعبة، حتى شوف المنشور ده. فيوري له هان الموبايل وبيبقى المنشور بعنوان: تغيير سياسة منطقة الأمان في هو سوانج، الكل مرحب بيه إنه يجي. وكاتب المنشور هو المدير جو، وبيبقى البوست بيقول إنهم هيستقبلوا كل الناجين ومعاهم لاعبين أقوياء وموارد كتير وعايزين الكل يتجمع. فترد يون وتقول: يا نهار أبيض، دول ولاد عالم زبالة، إزاي عندهم وش يعملوا كده؟ فيرد هان: طب ما نكتب تعليق ونفضحهم، نقول إنهم مصاصين دماء. فسيونج يقول له: لأ، استنى ونفكر كويس قبل ما نكتب. ويفكر مع نفسه إنه حتى لو قال الحقيقة في تعليق الناس ممكن تعتبرها إشاعة،
لكن برضه ما ينفعش يسيبهم يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن في نفس الوقت ما ينفعش يستعجل ويقع في مشكلة وما يكونش جاهز. وكمان إنه يعرفهم إنهم عارفين خططهم من خليهم يغيروها، وبكده يخسر نقطة أفضلية كانت عنده، خصوصا إنه عارف اللي هم بيخططوا ليه بالتفصيل. وبعدين يقول لهم طيب يلا ندور على الحاجات الأول، حتى لو رحنا لهم دلوقتي من غير تجهيز مش هنقدر نعمل حاجة. وبعدين يسأل يون بالمناسبة انت لقيتي حاجة؟ فترد يون أنا لقيت دول في أوضة مدير الفرع، وبتكون لقت مجموعة كبيرة من أزايز الجرعات المختلفة. فيستغرب سيونج وهو ماسك واحدة من الجرعات ويقول بانبهار إيه ده؟ كل دي جرعات؟ فترد يون وهي بتبص لنوع تاني من الجرعات وتقول حاجة طبيعية إننا نلاقي الحاجات دي، أصلهم كانوا برضو بيصطادوا اللاعبين. فيقطعهم هان وهو بيصرخ من الفرحة ويقول بصوا على دي، وبيكون رافع في إيده بطارية شحن. ويكمل ويقول الواحد كان قلقان لو ما قدرناش نوفر مصدر كهرباء، إنما دلوقتي خلاص مفيش قلق. وبتظهر شاشة النظام بمعلومات العنصر، الاسم شاحن صغير، الرتبة عادي، النوع أخرى، التأثير تشحين الأجهزة الكهربائية والبطاريات، الشحن المتبقي 87%. فسيونج بيستغرب ويقرب الموبايل عليه، فظهرت شاشة النظام بإن جاري الشحن والوقت المتبقي للشحن الكامل 10 دقايق. ويقول بعدها بانبهار ده سريع جدا وسهل الاستخدام كمان. وبعدين يون تقول له وهي بتوريله إزازة بص كده على ده، اسمها جرعة علاجية متوسطة وقادرة إنها تشفي من أي عدوى فيروسية. فيبتسم سيونج بثقة وهو بيبص للجرعة ويقول بيتهيألي كده إنها جت في ميعادها. في نفس الوقت كيونغ سو والناجين كانوا بيحملوا الحاجات في الأتوبيس، وبيعدي الوقت وبيكون الليل جه، وبيكونوا قرروا يباتوا في المصنع. وبيظهر تاي وباقي الشباب اللي معاه واللي بيبقوا منحنين قدام سيونج وبيشكروه عشان أنقذ صاحبتهم يوجين واداها الجرعة العلاجية، وبسببها خفت من فيروس مصاصين الدماء. وبعدها بيقول له وهو بيبص ليها حالتها تحسنت شوية بعد الجرعة وهتبقى كويسة، أوعدك مش هتتهور تاني. وكمان هي مرت بوقت صعب قوي طول الفترة اللي فاتت، وحتى لو ما كانتش خفت تماما بس كل الأعراض شبه اختفت. فيرد سيونج لو هي اتجننت تاني هقتلها فورا، ولو البروفيسور اتلبس ليها وبدأ ينبش ورا معلومات عننا هقتلها، فخلي بالك كويس منها. فيرد تاي أكيد. وسيونج بيبص ليهم بشك وبيفكر في باله ويقول شوية العيال دول أنا مش عارف مش مستريح ليهم ليه، لكن على العموم هم حتى لو كانوا عايشين في دور البلطجة لكنهم شكلهم غلابة. وبعدين يكمل ويقول لهم أنا ما عملتش ده لله وللوطن، أنا هحتاج منكم مساعدة بعد كده. فيرد تاي تمام يا زعيم، اديني أي مهمة وأنا نفذها. بعدها سيونج بيبص لجونج أبو هان ويقول له لو سمحت يلا نفذ اللي قلتلك عليه. فيرد جونج بكل ثقة حالا. وطبعا الهبل اللي فيه هان ده مش جاي من فراغ، عشان نشوف أبوه وهو بيقول بكل حماس أخيرا جات الفرصة عشان أطلق العنان لقوتي. وهان بيبقى واقف وراه وبيتريق ويقول له طب هتطلق إيه لا مؤاخذة، طب حاسب لا تزروت الدنيا. وبعدين جونج يرفع إيده ويقول بصوت عالي إنشاء المنطقة الآمنة. وأول ما جونج استخدم المهارة ظهر نور شبه شفاف زي درع امتد من المكان اللي كان واقف فيه وحاوط المنطقة، ومعاه ظهرت شاشة النظام بتقول إن تم تحديد المنطقة المتأثرة كمنطقة آمنة، وبعض المناطق محمية بدرع من المركز، والتعافي داخل المعسكر أسرع، والمدير يقدر يحدد قيود الدخول. والارتفاع كان ثابت على 10 أمتار والمساحة 200 متر، والحسن الحظ المنطقة غطت المصنع كله. وبنشوف واحد من الموجودين حاسس بالراحة وبيقول إيه ده الواحد حس فجأة إن جسمه بقى أدفى وحاسس براحة كبيرة وكأني لسه خارج من جلسة إسبا. وغيره بيقول يا سلام منطقة آمنة وأكل سخن. وغيرهم بيقول أخيرا لقينا مكان كويس وأمان نستقر فيه. وبنشوف أم هان يونهي جهزت الأكل كطباخة حسب كارت الفئة بتاعتها، وبدأت توزع الأكل على الموجودين واللي كانوا مبهورين من طعم الأكل وكمان الفايدة اللي بتعود عليهم منه. وبتظهر شاشة النظام عشان تعرفنا الفوائد اللي بتعود على الأكل بتاع يونهي، واللي بيبقى مكتوب فيها إن زادت قدرتك على التحمل بسبب الأطباق الخاصة،
وقوتك الجسدية بتتعافى بسرعة، والتحمل هيزيد لمدة 20 دقيقة بمقدار نقطتين. وبنشوف يون واقفة مع سيونج وهي بتبص على الناس وبتقوله الناس بدأوا يتوددوا على الأوضاع الجديدة بسرعة، ودلوقتي لازم نستعد عشان نعرف هنتعامل ازاي مع المذبحة اللي هتحصل دي. لكن سيونج بيقول لها يون، انت عمرك استلمتي مهمة حصرية قبل كده؟ فترد عليه باستغراب، مهمة حصرية؟ لأ، ما استلمتش. فسيونج بيسكت شوية ويفكر إن هو استلمهم مرتين، وإن الواضح إن المهمات الخاصة دي بتبقى حصرية للاعبين معينين، لكن واضح إن قدرات يون الحالية مش هتبقى كويسة عشان تشارك معايا في المهمة دي، وخصوصا إنها ما تعرفش عواقب المهمة الخاصة بتاعتي، فما ينفعش إني أورطها معايا. وبعدين يقول لها انت مش مجبرة انك تساعدي في انك تمنعي حدوثها، وكمان مش مؤهلة كفاية عشان تقدري تعملي ده. فترد عليه وعلى وشها الصدمة وتقوله ايه اللي انت بتقوله ده؟ فيرد ويقول لها وعلى الرغم من كده انت عاوزة تشاركي في انك تمنعي حدوثها، وكل ده عشان تحققي العدالة ضد الظلم اللي الحيوانات دول بيعملوه، مش كده؟ فتسكت يون شوية وتعض شفايفها وتقول لأ، أنا مش هينفع أفضل أهرب، لأن آجلا أو عاجلا هموت على إيد مصاصين الدماء أو غيرهم لو فضلت أهرب وخلاص. لكني قررت إني من هنا ورايح هحارب بكل ما عندي عشان أعيش في العالم ده. في اللحظة دي الاتنين اتفاجئوا في نفس الوقت من شاشة النظام اللي ظهرت قدامهم وانتبهوا ليها، واللي كانت مكتوب فيها دليل بداية مسار القصة الرئيسي. الفصل الأول: ما زال الليل طويلا ومظلما. أعزائي الناجين، أهلا بكم في المسار الرئيسي الكبير. مر وقت طويل على ما الدمار ضرب العالم، وفي الأثناء دي مات ناس كتير، واللي ما عرفوش يتكيفوا مع التغيير اتلعنوا وبقوا وحوش. أنا بحييكم إنكم نجيتوا من الكارثة، لكن المحنة الحقيقية لسه جايالكم من دلوقتي. ما تنسوش إن أهم حاجة في ألعاب البقاء هو النضال ضد العدو، سواء كان العدو ده هو العالم أو الوحوش أو البشر. لازم تكونوا أشجع شوية عشان تعيشوا. وبعدها شاشة تانية بتظهر بعنوان تنبيهات مهم، والتفاصيل بتبقى: 1. الحدث ده هيستمر 7 أيام، والتحرك لمناطق تانية هيكون محدود خلال الفترة دي، والمناطق المتاحة حالياً هواسينج. 2. سيتم مضاعفة القطع الذهبية اللي هيتم تجميعها خلال الحدث. 3. في كل مرة أي لاعب من الجولة الثانية هيقدر يقضي على وحوش من أصل بشري هيمنح فرصة للحصول على كارت ربط عشوائي. 4. الزعماء هيظهروا حسب كل منطقة، فرص الحصول على عناصر قوية مش متاحة في المتجر. فسيونج وهو بيبص على شاشة النظام بيقول: أهو يا ست جايالك على الطبطاب، وبدأ حدث رئيسي مش هيخلي حد قادر إنه يتحرك بره المنطقة بتاعته ولا يهرب ولا يروح أصلا في حتة. فترد يون بثقة: أيوة، عشان المفروض إننا ما نهربش ونحارب اللعبة الزبالة دي واللي عاملينها. وبيعدي شوية وقت بعدها وبنشوف هان مفعل وضع العيال الصغيرة وبيزعق يقول: لا يا أخويا، ده ظلم، انت واخدني معاك في أماكن خطر وسايب يون وما خدتهاش، اشمعنى أنا يعني؟ وهنا بيبقى هان قصده على المهمة بتاعة المجزرة، مش على اللي هما بيعملوه دلوقتي. فيرد سيونج: يا ابني، هو انت ما عندكش دم خالص كده؟ البنت من ساعة ما انضمت لينا وشافت كتير، وعلى الرغم من كده ما سابتناش ومشيت، فما ينفعش نتقل عليها. وبعدين عيب، ده انت الراجل، وبعدين انت محسسني يا ليفا اني سايبها لوحدها عشان هي ضعيفة. امال لو ما كنتش اقوى منك وتقدر تنجو لوحدها في الليلة دي؟ مش زيك يا سبع البرومبا اللي لو سبتك لوحدك مش هتعرف تدافع عن نفسك نص ساعة. فيرد هان وهو بيبص للموبايل ومش عاجبه الكلام: انت عارف انا هرفع عليك قضية عشان انت متنمر. ويكمل ويقول له: انت شفت الناس بتتفاعل ازاي مع المنشور اللي انت كتبته؟ عاوز اقولك انه كان قرار كويس فعلا انك تكتبه، لان ما ينفعش نفضل نقرأ اعلاناتهم الكدابة دي ونسيبهم يخدعوا الناس. فيرد سيونج: فعلا معاك حق، لكن أنا مش كاتبه للسبب ده وبس. وبنشوف المنشور اللي بيبقى بعنوان خلوا بالكم وانتوا بتدوروا على المناطق الآمنة، وبيبقى مضمونه كالآتي: الناس اللي قرأت البوست الأول عن المبنى اتش عارفين ده بالفعل، لكن ما تفكروش أبدا إن حد هيعمل لكم معروف بقلب صافي. لما تنضموا لمجموعات تانية لازم تكونوا حذرين، لأني عشت بنفسي تجربة القتال ضد الأوغاد اللي كانوا بيستهدفوا حياتكم
وهم بيعملوا نفسهم بيحسنوا ليكم. فحبيت أديكم نصيحة، وبيبقى عدد التعليقات 16. وواحد باسم رام يقوس محلي بيقول: إيه ده يا 157؟ أنا اللي كنت حاطط التحذير ده وقتها. شفتك بتعمل شغل جامد وأنا مستخبي في شقة. شغل عظيم. أنا متفق جدا مع نصيحتك، نفسي أقابلك يوما ما. وحد تاني باسم الأم القوية بتقول: أنا كمان متفقة معاك، في مجانين كتير جدا، خليك حريص على نفسك، لازم تبقى حذر جدا في موقف زي ده. وواحد باسم الانتحار الحارق بيقول: مين الواد ده أصلا؟ متكبر أوي. وواحد تاني باسم الساحر بتاع بيجونج دونج كاتب: الراجل المتعالي ده عايز يعلمنا درس حتى في الظروف دي. وكمان مدعي يونج دونج دو كاتب: يا 157، أنا تابعت حادثة المبنى اتش عن قرب، هكون ممتن جدا لو رجعت البوست الجاي وسبت تعليق. وسيونج بعدها بيكمل ويقول لهم: أنا كنت متوقع ردود أفعال متنوعة بالشكل ده، لكنه لاحظ تعليقات الجدع بتاع الانتحار الحارق والساحر بتاع بيجونج دونج، وقال في باله: تمام، أنا هفضل فاكركم ومش هحلكم. فترد يون وتقول: ده المدعي العام ليونج دونج بو كتب المنشور اللي بيقول عليه. فيرد هان: الراجل ده منشوراته بتجيب في العالي، وبيبقى عنوان المنشور الإعلان عن تأسيس نقابة الناجين في يونج دونج بو. ومضمون المنشور بيبقى كالآتي: إحنا وصلنا القناعة إننا ما ينفعش نستنى مساعدة الحكومة أكتر من كده، فقررنا نكون مجتمع لاعبين باسم نقابة الاستقلال. الهدف الأساسي للنقابة هو النجاة وتأمين منطقة آمنة ومساعدة الناجين، وكمان القضاء على الوحوش. فهاني يقول: بصوا على التعليقات كده. فيبص سيونج في الموبايل ويقول: أعتقد إني فهمت ليه عمل كومنت على البوست بتاعي من شوية، هو عايزني أنضم ليهم، وكمان عايز يثبت إنهم مش ناس وحشة. فيرد هان: بجد شكل الراجل ده واحد تقيل ودماغه شغالة ومتكلفة. فيرد سيونج: ده طبيعي، الناس الطموحة زيه بتظهر دلوقتي. فهاني يقول له: طب يا أخويا خلينا في نفسنا دلوقتي، أمال إحنا رايحين فين وهنعمل إيه دلوقتي؟ فيرد سيونج: أكيد عشان نعلي من مستوانا. أنت مستواك كام دلوقتي؟ فيرد هان: أنا في المستوى الخامس. فسيونج يقول في باله: أنا غلطان، نص ساعة إيه اللي هيقدر يصمت فيها لوحده؟ ده مش هياخد دقيقة لوحده وسط اللي احنا فيه ده. وبتقف العربية اللي راكبينها، وكيونج بيبص ليهم من شباك العربية وينادي عليهم ويقول لهم: احنا وصلنا خلاص، ومن هنا لازم تكملوا على رجليكم. وبينزلوا من العربية. وهان بيسأل سيونج ويقول له: يا اخويا هو ده المكان اللي انت قصدك عليه؟ فيرد سيونج: ايوه، هي دي أرض الصيد الجديدة بتاعتنا. وبيظهر قدامهم مجموعة وحوش شبه وحوش العفاريت مستخبيين وبيبصوا ليهم. وبنشوف بعد كده الوحوش لما بدأت تهجم عليهم، وهان بيحاول يهرب من قذيفة جاية ناحيته، وبيقدر يتفاداها على آخر لحظة ويستخبى جنب سيونج ورا واحدة من العربيات اللي موجودة. وبيقول وهو خايف: ايه ده يا اخويا؟ ايه ده؟ دول بيهاجمونا بالسحر. فيرد سيونج ويقول له: ما انا شايف زيك. وبيظهر شكل الوحوش واللي بيبقى اسمهم وحوش الكوبولد، وهم بيبقوا نوع من انواع العفاريت لكن قادر على استخدام السحر. فسيونج يكمل ويقول له: بس الوحوش دي، ويستدعي الهياكل اللي بتهاجم وحوش الكوبولد، ويكمل كلامه: ما يعتبروش ند لينا. وبنشوف واحد من الهياكل وهو ماسك واحد من الوحوش بعد ما قضى عليه، وبيبقى رفعه قدام وحش تاني اللي بيبقى مرعوب من اللي حصل لزميله ومستني دوره. لكن قبل ما يجي دوره يلتفت يبص وراه، يلاقي رايت ويون وكيونج عاملين حفلة على الضيق ونازلين تقطيع في بقية زمايله الوحوش. فبيصرخ ويحاول يهرب، لكن بيلاقيهم خلصوا التلاتة الحفلة وواقفين يشوفوا مين فيهم هيختمها بيه. فهاني يقرب من جثة واحد منهم ويقول لهم: ده أنا كنت مفكرهم وحوش عفاريت عادية، طلعوا عفاريت كوبولد. فترد يون وهي بتنظف سيفها: هم ضعاف وما بيمثلوش خطر علينا، لكن أنا ما كنتش أعرف إن في وحوش بتقدر تستخدم السحر. وسيونج بيبقى واقف سرحان وبيفكر في إن الهدف من رحلتهم دي إنهم يرفعوا من مستوى هان، وكمان يقدر يضيف لعشيرته مجموعة تابعين جداد، لأن ده واحد من العوامل اللي بتزود قوته. وفي الحالة دي الوحوش اللي قدامه دي مش هتقدم ليه أي إضافة بسبب ضعفهم حتى لو كانوا بيستخدموا السحر. ويبص على واحد من وحوش المستذئبين اللي استدعاهم بعد ما قضى على واحد من البشر المتحولين، وبيكمل تفكيره إن واحد بس من الهياكل المستذئبة دي قادر بكل سهولة إنه يهزم 3 ولا 4 من مصاصين الدماء ضعافي المستوى. فتقطعه تفكيره يون وتنادي عليه وتقول له: يا سيونج، بص كده على المول اللي قدامنا ده،
مش بيفكرنا بنفس الوضع اللي كان في الحرم الجامعي؟ مكان كبير مليان ناس. فسيونج يقول لها شكل المكان ده كمان كان فيه واحد من برامج التعليمية بتاعت اللعبة. فيون تسأله ممكن يبقى فيه ناس جوه المول صح؟ المولات فيها احتياجات كتير، فطبيعي ناس تلجأ ليها، بس المشكلة إنها كبيرة جدا وصعب تتأمن إلا لو عددهم كبير، لأن الوحوش ممكن تظهر في أي لحظة. وبيكملوا في الاستكشاف المكان اللي كان مليان جثث بشر وعفاريت وكوبولد مرمية في كل حتة. فيون بصت حواليها وكملت كلامها كل ما الناس تزيد الوحوش بتزيد صح؟ فيرد كيونج واضح كده على قد ما أنا شايف وعارف إن المناطق المزدحمة زي وسط البلد والمدارس والعمارات كان فيها وحوش أكتر بكتير من الأطراف، وبالتالي يبقى المناطق البعيدة أقل ضرر زي الريف أو جزيرة جيجو. فبيتفقوا كلهم على كلامه، ويون بيبقى ظاهر على ملامحها الحزن، وسيونج بيبص ليها ويفكر مع نفسه إن أهل يون عايشين في جزيرة جيجو. فيوجه كلامه ليها ويسألها مش قلقان عليهم؟ فترد بحزن لأ، إحنا أصلا ما كناش بنتواصل، وأعتقد إنهم كويسين لأنهم دايما بيعرفوا يتصرفوا. فسيونج بيبقى حاسس إن الموضوع تقيل عليها فما ضغطش عليها. وبعد شوية وصلوا لمدخل المول، وسيونج فتح الباب الزجاجي اللي كان شبه مكسور، وأول ما دخلوا ظهرت ليهم شاشة النظام بتقول تم دخولك زنزانة كبيرة، قلعة ساحر الكوبولد، المدخل اتقفل بسحر، دور على طريق خروج. فسيونج استغرب وقال إيه؟ المكان كله زنزانة؟ فيون تصرخ يا سيونج، قالت كده وهي بصة تحت رجله، ولما بصوا لقوا رموز سحرية مرسومة على الأرض بتنور بشكل غريب. فسيونج قال بصدمة دواير سحرية، وفجأة الدواير السحرية بتشعب نور والمكان اتغير في لحظة، ودي كانت دواير اتنقال آني بتنقل كل واحد في مكان مختلف. وهان بيقع على الأرض زرع بصل بس من غير إصابة خطيرة، فبيقوم وهو بيتوجع عشان يلاقي نفسه في مخزن مليان كراتين، وبيشوف ظلال صغيرة بدأت تتحرك وسط الكراتين، وبيتسائل مع نفسه عن المكان اللي هو فيه. الظلال دول كانوا كوبولد، حوالي 7 منهم، وبيظهروا وبيقعدوا يتكلموا، واللي منهم بيقول ظهرت صيدة جديدة، وغيره بيقول تعالي ليا، وواحد تاني بيقول وقعت في الفخ يا بشري يا عبلي، وبيقعدوا يتريقوا كلهم عليه. فبيبص لهم هان باستغراب ويقول في باله ايه ده، هم الوحوش بيتكلموا؟ ويضحك بثقة ويخرج الخناجر بتاعته ويقول لهم اي شوية كلاب ضل انت وهو، انت فاكرني ان انت هتقدر عليا عشان لوحدي؟ وبعدين يسكت ويفتكر انه فعلا لوحده ويقول بخوف يا نهار ابيض، ده انا فعلا لوحدي. فبتظهر له شاشة النظام وتقول له عمر هان المتوقع نص يوم و30 ثانية، وبتبدأ الوحوش في هجومها عليه وهو بيتفزع ويصرخ على سيونج عشان يجي ينقذه، وبتقدر الوحوش توصل له وبيقعدوا يضربوا فيه بالخناجر، وبيفعل وضع العبيط ويقعد يعيط ويقول في باله بابا وماما حبايبي، ابنكم المسكين هان خلاص هيفارق الدنيا. لا ومش بالسهل كده، ده انا هفارقها بعد ما مشيت ورا اخويا سيونج، وخلاص نهايتي هتبقى كده في زنزانة. وبعدين يفوق من العبط اللي كان بيعمله ويقول باستغراب ايه ده، في ايه؟ هو ليه مفيش وجع؟ وكمان انا ما حصل لي اي حاجة. وبيبقى الوحوش واقفين حواليه وبيبصله باستغراب، وبيفتكر المهارة اللي اخدها وما كانتش عجباه، واللي وصفها انه بيبقى محمي من الهجمات لمدة 10 ثواني لما يقدر يقضي على خصم، وبعدين يرفع راسه للوحوش وهو بيضحك بطريقة عليهم، والوحوش استحرابها بيزيد ويبص ليهم بنظرات هو انا مش عارف اقول عليها شريرة ولا عبيطة، ويشتمهم ويقول لهم بتقول على مين ضعيف يا زبالة منك ليه؟ فبتخاف الوحوش منه وبنسيبه ونروح لعند يون وكيونج اللي بيبقوا في وضع صعب وبيجروا من حاجة بخوف، وبتقول له يلا بسرعة يا كيونج لازم نلاقي سيونج وهان. فيرد عليها حاضر، ويقربوا من نهاية جدار الممر اللي كانوا فيه، وتكمل وتقول له هان لو كان مع سيونج يبقى تمام، إنما لو كان لوحده يبقى ربنا يستر. فتستغرب من الدم اللي بتبقى شايفاه ظاهر من الممر التاني، وتصرخ وتقول يا هان انت كويس؟ فيتخض هان ويقول لها ايه في ايه يا ست انتي؟ وبعد شوية بنشوفها وهي بتسأله باستغراب وهي بتبص لجثث الوحوش، يعني انت عملت كل ده لوحدك؟ فيضحك بتفاخر ويقول انت شفت بعينك اهو، انا الحمد لله قدرت اخرج قدراتي الكامنة. وبعدين يزعق بحماس ويقول انا بستخدم قدراتي عشان استقوى على الوحوش الضعيفة، هو ده دوري الحقيقي. فيبصله كيونج بزعق ويقول له انت عبيط، اللي انت بتقوله ده ما يمشيش مع بعضه منطقيا. فتقول لهم يون معنى كده ان سيونج دلوقتي لوحده؟ فيرد هان ايوه،
بس أكيد انت عارفة إننا مش محتاجين نقلق عليه. وبيظهر سيونج وهو واقف وسط الهياكل بتاعته واللي عاملين حفلة باربيكيو لوحوش الكوبلز على الضيق. وبيعدي شوية وقت وبنشوف سيونج بعد ما نظف المكان من الوحوش، وبيبقى بيتمشى هو والهياكل وسط الجثث، وبيقول أنا قلقان على الواد هان، يا ريت يكون مع يون وكيونج. وبيكمل مشي في المكان ويقول المكان ده طلع كبير قوي، أكتر مما كنت متوقع، وصعب إن ألاقي المخرج بسرعة. وبعدين يلمح جثة في ركن، فيسمعه بيكح، فيتصدم إنه لسه عايش، وبيبقى الشخص ده طالب ثانوي كان شكله متبهدل خالص وفي لحظاته الأخيرة من كتر الجروح والنزيف. فسيونج بيقول في باله إيه ده؟ هو إزاي لسه عايش بكل الإصابات دي؟ واللي حتى ما ينفعش معاها أي أزايز جرعات. فيحاول الطالب يتكلم ويشاور له على حاجة، بس صوته ما كانش واضح. فسيونج بص لقاه بيشاور على كرتونة على رف، فيجيبها سيونج ويروح له بيها ويقول له هو إيه ده بالظبط؟ فيها جرعات علاجية أو حاجة؟ فيحاول التاني إنه يتكلم لكنه ما بيقدرش، فبتظهر شاشة النظام عشان تعرفه على معلومات العنصر، واللي بتكون الاسم بيضة غامضة، التصنيف غير معروف، الفئة عنصر خاص من فئة الفارس التنين ب5 نجوم، التأثيرات غير معروفة، الوصف ما تستهونش بالشكل أو بإنها مجرد بيضة. البيضة دي لو قدرت تحميها بشكل كويس ممكن تغير مصيرك لما تفقس. فيتصدم سيونج ويقول باندهاش دي. فاللحظة دي الولد كح دمه وقال بصعوبة الزعيم أخد معاه. فيرد سيونج أخد إيه؟ فيرد الولد أخد رمز السيد بتاع. وبعدها بينفذ أنفاسه الأخيرة وبيموت من غير ما يكمل. فسيونج بيتعصب لأنه ما قدرش يعرف هو بيقول إيه بالظبط وزعيم مين، وبيكمل طريقه، بس كان مشغول بالبيضة وبيفكر في إنها بيضة تنين، وده اللي التصنيف أكده. بس هل فعلا ممكن يطلع تنين؟ وافتكر الولد وحس بالحزن عليه، وفكر في إنه كان ممكن يكون بيدور على المتجر واتحبس غصب عنه في الزنزانة، وإن البيضة دي كانت بتاعته لكنه خسر المفتاح أو الرمز بتاعها قدام زعيم الزنزانة. وبيفكر كمان إن بمعلومات البيضة اللي قاله عليها النظام إنها كده تعتبر لسه مش جاهزة للفأس وناقصة حاجة، وبيخلي الهياكل تشيل جثة الولد، وبيقول في باله للأسف ما قدرش ينجو لفترة أطول. وبيرجع يبص للبيضة ويكمل تفكير ويقول في باله على الرغم من إن النظام عرفها بإنها بيضة غامضة إلا إنه واضح إن اللي جواها تنين، وبيديها لواحد من الهياكل الغيلان يشيلها في الشنطة، وهو بيفكر في إنه الطالب قبل ما يلفظ أنفاسه الأخيرة قال له على مكانها عشان يقدر يحقق اللي الطالب ما عملوش ويخلص على الزنزانة. وفجأة وحوش كوبولد طلعوا من كل حتة وهم بيصرخوا ويقولوا كياه بني آدم اقتلوا. المخزن كان مليان رفوف، وفي لحظة وحوش الكوبولد كانوا بيزحفوا من على الأرض وينطوا من فوق الرفوف أو حتى يطلعوا فجأة من جوه الكراتين. وسيونج بيبقى واقف حواليه جيشه من الهياكل العظمية، واللي بيتسببوا في رعب وحوش الكوبولد أول ما يشوفوهم وبيتجمدوا مكانهم. وسيونج بيقف بثبات قدام السيل ده من الكوبولد والهياكل العظمية محوطاه من كل ناحية. كان معاه بس رايت و3 هياكل عظمية من الغيلان بيحموه، والباقي اندفعوا على الكوبولد وبدأوا يفرموهم حرفيا، وصراخهم كان مالي المخزن كله، وعظمهم وأحشائهم بتتكسر في كل حتة. وسيونج بيقول وهو بيظهر هالته القوية وجنبه رايت ودلوقتي احنا لازم ننتقم لحق الواد اللي انا معرفش اسمه ده واخد الرمز بتاع البيضة من الزعيم. وبنشوف بقية المعركة، ومع كل وحش بيتقتل بتظهر معاه شاشة النظام وتقول حصلت على 150 قطعة ذهبية بعد قتل وحش الكوبولد. وبيبقى سيونج مستغرب وهو شايف وحوش الكوبولد عمالين يجروا ناحية الهياكل على الرغم انهم مش قادرين يعملوا معاهم حاجة، وبيحس ان في حاجة غريبة بتحصل وانهم متسيطر عليهم، لانه عارف ان الوحوش دي اذكى شوية من العفاريت، فكان المفروض انهم يهربوا لما يحسوا بالخطر، لكنه شايفه قدامه بيهجموا زي ما يكونوا مغيبين. وبيبقى بيفكر في كده ورايت الله اكبر نزل تقطيع يمين وشمال ومش سايب اي حد يطلع حتة واحدة من تحت ايده. وفجأة حصل انفجار قوي وواحد من هياكل الغيلان اللي في المقدمة اتدمر، فبينتبه رايت للانفجار وبيظهر ان اللي عمل كده هو واحد من وحوش الكوبولد اللي بيستخدموا السحر، واللي بيستهزئ بيهم ويضحك ويكمل في هجومه بالتعويذ النارية وهو حواليه مجموعة من وحوش الكوبولد ويقول السحر جميل. فبيستغرب سيونج ويقول ده طلع في وسطهم سحرة كمان، وبعدين يقول بثقة مع نبرة استهزاء يعني انتم بقى عاملين لي تشكيلة دفاعية ومتحوطين ورا الصناديق وفاكرينها الجدار اللي هيحميكم.
وبيرفع إيده اللي بتبقى مليانة بالهالة ويكمل ويقول: أنا هدغدغه فوق دماغكم دلوقتي. وبيطلق قذيفة من إيده ناحية الجدار اللي وراهم، فبيتدمر ويقع عليهم. وبيبقى الوحش لسه فيه النفس، فبيقرب منه واحد من الهياكل وبيفرمه بإيده وبيقتله. ومعاه بتظهر شاشة النظام تقول له إنك حصلت على 800 قطعة ذهبية بعد قتل ساحر الكوبولد. وبقية وحوش الكوبولز بيبقوا مرعوبين وهم متحوطين بالهياكل، واللي بينزلوا فيهم تقطيع، ومع كل واحد بيموت بيظهر رسالة من النظام إنه حصل على 150 قطعة ذهبية بعد قتل وحش الكوبولد. وبيفضل الوضع على كده لحد ما بتظهر شاشة النظام وتعرفه إنه مستواه ارتفع. فسيونج بيختار كارت المهارة، وعمل كده وهو بيقول: أنا كان لازم أختار كارت المهار عشان أقدر أزود عدد التابعين في العشيرة بتاعتي. بس اللي طلع كان حاجة جديدة تماما ومفاجأة بالنسبة له. وبتظهر شاشة النظام عشان تعرفه على المهارة وتقول له: معلومات المهارة: الاسم انفجار الجثث، الفئة أساسية، النوع نشطة، التكلفة 10 مانا، الوصف تفجير الجثث واستخدامها كقنبلة. فبيستغرب سيونج ويقول: انفجار؟ فسيونج بص قدامه عشان يلاقي وحوش الكوبولز لسه جاية عليهم وبيقولوا: اقتلوا، قطعوا. فقبل ما الهياكل تتحرك عشان تقضي عليهم بيوقفهم سيونج ويقول لهم: استنوا دلوقتي، عاوز أجرب المهارة الجديدة. وبيضحك بثقة ويرفع إيده المتغطية بالهالة ويكمل ويقول: ومش هلاقي فرصة أحسن من دي أستخدمها. وبمجرد ما بيفعل المهارة بيبدأ الانفجار، واللي بيفزع الوحوش وما بيلحقوش يعملوا أي حاجة، لأن الانفجارات بتزيد وبتكبر أكتر وتحولهم لرماد. بعد الانفجار الضخم حصل هدوء في المكان، وبنشوف مجموعة من وحوش الكوبولز واقفة ورا الباب، وسمعوا صوت الانفجار وبيتسألوا ما بينهم عن سببه. وبيبقى من ضمنهم واحد من السحرة. وفجأة وبدون أي مقدمات بيتفتح الباب اللي قدامهم وبيدخل رايت، وفي لحظة بيكون مقطعهم بسيفه. حتى في محاولة بائسة بيحاول الوحش الساحر إنه يستخدم القذيفة النارية عشان يتصدى ليه، لكنه بيتفاداه وبيقضي عليه. وبيظهر سيونج من وراه وهو بيعمل له علامة اللايك، واللي انتوا هتنزلوا تعملوها انتوا كمان للفيديو، مش كده ولا ايه؟ وبالمناسبة دي كلمة سر حلقة النهاردة هي كوبولز، واللي هيكتبها هيظهر اسمه الحلقة اللي جاية. فسيونج بيقول له: هو ده رايتي بتاعي اللي أنا أعرفه. وبيبقى رايت مبسوط وحاسس بالفخر بنفسه من مديح سيونج ليه، وبيبقى بيبص حواليه ومستغرب من منظر المكان، وبيقول: أنا افتكرت إني هلاقي حاجة عليها القيمة في المكان هنا، خصوصا بعد كل الوحوش اللي قضيت عليهم دول. وبيكمل فحص المكان وبيقول: لكن أنا مش شايف قدامي غير شجرة جذورها وغصونها منتشرة في كل المكان على الجدران والسقف والأرضية. وبعدين بيشوف وحش من وحوش الكوبولز متحوط بدرع من الجذور بتاعت الشجرة دي، وبتظهر شاشة النظام عشان تعرفه عليه وتقول له إن ده هو الوحش الزعيم، وحش الكوبولد الساحر عالي المستوى. وبتعرفه كمان إن موجود حقل قوة بيشكل درع بيحوط الزعيم. وبيبقى فيه ملحوظة إن الهجمات العادية ما تقدرش تدمر الدرع ده غير لما تدمر الأنوية ال3 اللي منتشرين في الزنزانة كلها. وبيبقى فيه عداد بيحسب الأنوية اللي تم تدميرها، وبيظهر 0 من 3. فسيونج وهو متحوط بالهياكل بيقف يفكر ويقول: حقل قوة إيه ودرع إيه؟ وبعدين يبص بنظرة حادة للوحش ويقول له: يعني أنت بقى قاعد مستخبي هنا وعمال تبعت لي في التابعين بتوعك؟ عموما أنا خلصت لك عليهم كلهم. فيضحك الزعيم ويقول له: واضح كده إنك مستعجل على موتك. وبتظهر شاشة النظام الحمراء بتحذير وبتقول له إن ساحر الكوبولز بيستخدم سحر لعنة الموت الفوري منخفضة المستوى. وبيبقى فيه ملحوظة بيقول إن أي لاعب أقل من المستوى 10 هيموت فورا، وبيبقى لازم عليه إنه يوقفه قبل انتهاء الوقت، واللي بيكون ساعة و5 دقايق و30 ثانية. وبيتصدم سيونج ويقول في باله باستغراب: إيه ده؟ موت فوري؟ وبيفكر كمان في بقية أعضاء فريقه يون وهان وكيونج، وإن فكرة إن أي حد تحت المستوى العاشر مش هيقدر يتحملها، فده معناه إن الفريق بالكامل مش هيقدر يتحمل التعويذة. وبيخلي الهياكل تهجم على الدرع. وبيكمل تفكيره في إن وضع وحوش الكوبولز ما بقاش غريب دلوقتي بالنسبة له، وقد إيه هم كانوا بيسعوا لموتهم من غير تفكير على إيد الهياكل بتاعته، بس في مقابل إنهم يوفروا الوقت للتعويذة عشان تكتمل. وبيخرج سيونج من تفكيره على صوت الوحش اللي بيضحك ويستهزأ بيه ويقول له:
كل الهجمات دي مش هتأثر فيا، ويضحك ويكمل: يلا روح موت يا زبالة انت. فسيونج يقول له بثقة وهو رافع ايده عشان يؤمر الهياكل: طيب أنا بقى هستغل شوية وقت صغيرين كده على ما أجهز لك هجوم يليق بمقامك. ويوجه كلامه للهياكل ويقول لهم: لموا كل الجثث. فبيستغرب الوحش الزعيم وبيتوتر وبيتسائل مع نفسه عن اللي هيحصل. فالهياكل انتشرت بسرعة ورجعت شايلة جثث الكوبولز، وخلى الهياكل ترمي الجثث حوالين الدرع. وبيبقى الوحش مستغرب من اللي بيحصل ومش فاهم حاجة، وبيقول بتوتر: هو إيه اللي هو بيعمله ده؟ وسيونج بيوجه كلامه للهياكل ويقول لهم: ارجعوا ورا. رجع معاهم واستخبى ورا واحد من الجدران، ورفع ايده المتغلفة بالهالة وهو بيضحك بثقة ويقول: معلش بقى يا حلو يا طعم يا نايتي، خليتك تستنى. وبيفعل التعويذة، وأول ما نار الانفجار بتظهر بيتفزع الوحش الزعيم وبيقول بخوف: ايه ده؟ في ايه؟ وبتبدأ انفجارات الجثث واحدة ورا التانية، وبيبقى الانفجار كبير جدا لدرجة ان المول كله اهتز. وبعد ما الدخان الناتج على الانفجار بيقل، بيخرج سيونج من ورا الجدار وهو مبتسم وبيقول: أنا كنت مفكر عدد الجثث كبير والانفجار كان أكبر من اللازم. وبعدين ينتبه إن الوحش لسه بخير ويكمل ويقول: لكن واضح إني طلعت غلطان. وفجأة الوحش بيتعصب وبيفعل تعويذة، وبتظهر معاه شاشة النظام عشان تعرفه إن الوحش الزعيم ضحى بجزء من نقاط صحته عشان يقلل الوقت المتبقي لتفعيل تأثير التعويذة، وأصبح الوقت المتبقي بدل 52 دقيقة و12 ثانية ل 25 دقيقة. فبيتعصب سيونج وبيشتمه ويقول له: يا ابن اللذينة، هو الوقت الأولاني كان كفاية أصلا عشان تقلله؟ وبيقعد الوحش يسخر منه ويضحك عليه. وبكده نكون خلصنا ملخص حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تتابع كل جديد، وما تنساش تسيب لي رأيك في الكومنتات. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.